تشرب مالبورو؟ لا يا عم، احنا بنشتغل في المخابرات زينا زي جيمس بوند تشرب سيجار. تمام. هو سيجار رفيع شوية بس علشان عادي ده عامل زي الراجل. الشوكولاتة. ايه؟ عامل زي الشوكولاتة. مش عارف اشم. ولا يا مدير. من اي حتة ولا ايه؟ مفيش حاجة تقص؟ مفيش مش يا عم هنقصها؟ توصيه وما هو مش في مقصوص. الافلام بتروح قاصص كده وبتاع؟ ماشي، ما احنا في المخابرات بقى. مش يعني. الله. لازم اولع لك كابون بيه. تمام. حلو الاختراع ده. دلوقتي يقولوا لك بقى دول ايه؟ فلول بقى ومعاهم فلوس وبتاع وبيشربوا سيجارات. عادي. ده الواد الحيوان اللي شتم وجرى قال مش عارف ايه. يعني مثلا يا فلول. مثلا انا بقول في يوم من الايام، في حلقة من الحلقات كنا بنتكلم فيها واتفقنا على ان يوافق على شخص وصل لمنصبه في ظل النظام المعرس، يبقى بيوافق على شخص معرس، يبقى انا فلول ازاي؟ انا بقول لك النظام السابق نظام معرس، تقول لي انا فلول؟ عشان اكيد فلاح. اكيد فلاح. كده عشان اتكلمنا على ابو اسماعيل بقى والاخوان وبتاع يا عم ابو اسماعيل مين وام اسماعيل مين يا عم؟ قلنا ابو اسماعيل خلاص، ما ابو اسماعيل موضوع انتهى يا جدعان. بغض النظر بقى، محدش راجل يفتحه كويس معانا شغل تاني. كويس، ما ابو اسماعيل اختفى. محدش يفتحه معانا تاني. ابو اسماعيل يا هيظهر عم ده بعد. عمال يقول للناس، عمال يقول للناس تعالى نعمله مليونية في التحرير، كله قال له لا، كله حلق له. يا عم روح يا عم جامع عسى الفرات اللي انت بتروحه ده واقعد بقى اخطب الناس. يا عم ده طب انا بفكرك اهو، ابو اسماعيل هيظهر بعد نتيجة الانتخابات هتشوف. ويقول لك لا الانتخابات دي باطلة عشان خرجوني ويقول منها. نزيهة وكان في قصص ما علينا. المهم ربنا هيسهل له حاله ويكرمه ويكمله بعقله. كنا بنتكلم عن مين؟ عن حبيبك. شفشق. شفشق ملوش لازمة يا حبيبك جدعان. شفشق. شفشق ده ملوش أي معنى خالص في الدنيا، حتى شكله مش ظريف. ليه يا عم؟ وبعدين إيه الحاجات اللي هو بيقولها دي؟ يا عم ده ملوش غير فيديو واحد على يوتيوب بيقول إيه؟ إيه؟ كل ما أشوف فيديو ألاقي واحد طالع بيقول إيه؟ وأنت تبقى رئيس إيه؟ أنت إيه؟ رئيس دولة ويقول ايه؟ لك أصل ده راجل جونتيه. يعني ما قالش باردون يعني. باردونك معاك يا أخويا. يا انا عم عندي إيه يا عم كمية الناس دي؟ صحاب فلول ميدين شفيق. واقول لهم ليه يا جماعة؟ ليه يا جدعان؟ ليه شفيق؟ طب عمرو موسى، على الاقل عمرو موسى استقال من 10 سنين فاتت. انت فاهم؟ يا عم على الأقل وكان الراجل اللي اسمه عمرو موسى ده بيطلع كده في التلفزيون يتكلم له كلمتين، تعرف يعني تحس إن هو راجل محترم، بيعرف على الأقل يتكلم. راجل فعلا راجل سياسة، مش راجل حمار. راجل دبلوماسي. أيوه لكن بالظبط. التاني يقول لك ايه؟ لو حصل مليونية بعد ما ابقى رئيس هطلق عليكم الجيش زي ما حصل في العباسية. احا. هو تهديد. وأنت لما بتعمل كده بتحاول يعني أنت هو فاكر إن هو كده هيكسب؟ طب واحد أصلا حمار من الأول أمشي وراه. وكان مفهوم قوي ان هو اللي ورا البلطجية، بيقول لك بعد ما امسك ب 24 ساعة مفيش حاجة اسمها بلطجية. احا. ده على اساس ان هم ايه يعني؟ مش فاهم. السمع والطاعة في 24 ساعة خلاص كله هيختفي، يخافوا منك. ولا انت بقى اللي زقهم اصلا ورجالتك اللي زقهم؟ ده حاجة ما هو طبعا. ده غباء. يعني هو صريح واهبل. اخر. شفيق صريح واهبل. وانا ما بحبش رئيسي يبهبل بصراحة. ولا